اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، أصلح شأني كله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل وصفه شاورما سهله وبسيطه. 12 سندوتش شاورما هنعملها في البيت باقل من 100 جنيه. صلوا على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. اول حاجه معايا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم رشه من الملح، معلقتين من السكر، معلقتين من الزيت، وعجنتهم بلبن. عجنتهم كويس جدا لحد ما اداني عجينه طريه ما بتلزقش وطريه كده زي ما انتم شايفين. هبدا اقسمها كور صغنطوطه كده على قد حجم الرغيف اللي انا عايزاه. نفس الوصفه دي نقدر نعملها رواق طري. انا هنا هعمل عيش تورتيه. انا كده عملته على قد السندوتشات. تمام. هبدا اخد دقيق وافرده كده على قد ما اقدر ان انا اظبطه يبقى مدور. وبعد كده هبدا ان انا اشيله على ايدي وانفضه كويس جدا من الدقيق. هكون مجهزه معايا طاسه سخنه جدا جدا جدا. تمام. اهم حاجه الطاسه تكون سخنه معاكي. وبعد كده ببدا ان انا اقلبه زي ما انتم شايفين، ما بياخدش منك اي وقت تماما. بس اهم حاجه تبقي واقفه جنبه وانتي بتسويه علشان هو بيستوي في اقل من ثواني. بعد كده بيبدأ ان هو مش لازم ياخد لون على فكرة، لان احنا لسه هنحطه على النار تاني. سواء كان هتعمليه رواق طري او هتعمليه عيش تورتيه زي ما انا عملته كده. تمام. طبعا هنا انا ما ضفتش اي مادة رفع ولا اي حاجة. هي بس مجرد الدقيق والملح والسكر والزيت. بعد كده خلصت كل الكميه بتاعتي وهبدا اجهز زي ما انتم شايفين طري زي الفل. اجهز الشاورما بتاعتي. جبت صدور فراخ وقطعتها رفيع جدا. بدات اتبلها ملح فلفل اسود، حطيت عليها رشه شطه، كركم، معلقه من الكاتشب ومعلقه كبيره من الزيت والجنزبيل. هبدا اجهز اي خضار انا حباه. انا حطيت بصل وفلفل وطماطم وحطيت منه شويه كده ني على جنب. بعد كده هبدا احط معلقه كبيره من الزيت او السمنه او براحتكم، بس يفضل تكون زيت عشان تبقى اخف. بعد كده هبدا اشوح البصل لحد لما يدبل معايا. نزلت بالفلفل والطماطم، وبدات ان انا اتبلهم تتبيل بسيط كده بالجنزبيل ورشه ملح وفلفل اسود صغيرين. بعد كده حطيت الخضار على جنب كده في الطاسه. لازم الطاسه تكون سخنه جدا. وبعدين بعد كده هبدا انزل بالفراخ بتاعتي وهبدا اقلبهم بقى شويه. وبعدين بعد كده ادخلهم مع بعض زي ما انتم شفتوا. الطاسه طبعا مش هغسلها، انا هسيبها لان هي اللي هحط عليها سندوتشات تاني. بعد كده بدأت ان انا اجيب ده كان مايونيز انا عاملاه في البيت، وحطيت عليه كاتشب وقطعت عليه خيار مخلل وقلبتهم جدا مع بعض. عايزه اقول لكم الصوص ده تحفه جدا مع اي سندوتشات انتوا تحبوها، وبالاخص مع البرجر. تمام. بعد كده بدأت اقطع الرغيف زي ما انتوا شفتوا كده، وبدأت ان انا اعمل سندوتشات بتاعتنا. طبعا في سندوتشات هحط عليها جبنه موتزاريلا، وسندوتشات لا. في سندوتشات هحط عليها ازودها خضار من جوه، وسندوتشات لا. عايزه اقول لكم كميه الشاورما تشوفوها كميه صغيره. عايزه اقول لكم كميه الشاورما دي معموله باقل من ربع فرخه. تمام. لو عايزين تشوفوا الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف تشوفوه. بعد كده بدات ان انا اسخن السندوتشات زي ما انتم شفتوها كده. بجد وصفه سهله وبسيطه، وصفه غدا مشبعه جدا، يعني بجد خطيره. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.